ختمها بقوله والمستغفرين بالأسحار. الأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل قبل طلوع الفجر، وسمي السحر سحرا لأن الليل يكون في آخره قد قرب أن يلتبس بالفجر، فلا يدرى هل هو ليل أم فجر. ولهذا السحر شيء لا يعرف، فيه من الخفاء ما فيه. فلهذه المادة الجذر اللغوي واحد، ويقال إن من البيان لسحرا أي يجعل الأمر ملتبسا عليك، فربما زين الباطل حتى تراه حقا، وربما ضيع الحق حتى تراه باطلا. فهذا الوقت وقت التنزل الإلهي، وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه جل وعلا بأنه عز وجل ينزل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تلك اللحظات عظيمة جليلة لمن وفق أن يقومها. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا من معاني قول الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. والاستغفار له صيغ، ما بعد الصلوات المكتوبة يقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الاستغفار أن يقول العبد: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي